عمري اسمع عن الشخص الباراشوت، لكن في كاس مصر عندنا ماتش نزل علينا بالباراشوت. ايه ده؟ بالبلدي، اللي عايز الميعاد ده عايز الزمالك يخيش في اي حاجه، هو مصمم عليه لغرض ما. لا احسن النيه ابدا في اختيار هذا الميعاد. اخبصوا على دمكم. مره تانية الميعاد ده وصمه عار، انك مصمم ان الزمالك يتزنق علشان يفكر في ده وفي ده وفي ده وفي ده، فيطلع من ده او ده، يبقى كده اتساوت الروس. لا ده بياخد الجزم على دماغه، بس احنا برضه متربيين. ففكره انك تلعب مباراه ليله رمضان، مره تانية ليله رمضان الساعه 2:30 الظهر، وقت خروج المدارس. انا مش عارف ايه وقت خروج المدارس ده. يا نصر اضحك يالا. موعد غريب بدون جمهور، وكأنك في مقابر وليس ملاعب. إذا أنت لديك غرض ما. لن أحسن النية أبدا، خصوصا قول يا ستموني قول. إن حضرتك لو جيت تبص نظرة بسيطة بس على جوجل، ما مش أكتر يعني، كل مباريات دوري أبطال إفريقيا في الجولة الأخيرة ستلعب السبت كالمعتاد وليس الأحد، ما عدا مجموعة النادي الأهلي. وكل مباريات الكونفدرالية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستلعب الحد اللي هو ميعادها الطبيعي، ما عدا مجموعة الزمالك. صدفة صدفة يوم ما قابلتك، صدفة يعني. على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلام ابوه. انما انا الزمالك العب ليه ليله رمضان يا باشا الساعه 2:30 الظهر؟ ايه الفكر ده؟ يعني انت عايز ايه؟ عايز توصل لايه؟ والله قاعد تتغم يا غريب. هدفك توصل لايه؟ هدفك ان انا انسحب من الكاس مثلا؟ هو ما عادش في غيري، خلاص الاهلي خرج، قدر ربنا يا اخي ان الاهلي خرج، طب نعمل لك ايه؟ لا ابنك مجنون يا حاج.